باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أول شيء يتبادر للذهن سؤالان قد أجبت على أحدهما: لماذا النون الساكنة لها أحكام؟ قلنا لها أحكام لأن لها جزئين، جزء فموي وهو اللساني، وجزء خيشومي من الأنف وهو الغنة. السؤال الثاني: لماذا كلما تكلمنا عن النون الساكنة نتكلم عن التنوين؟ وما هو التنوين؟ أيها الإخوة، تنوين على وزن تفعيل. نون ينون تنوينا بوزن فعل يفعل تفعيلا. نونته يعني جعلت في آخره نونا. نونته يعني جعلت في آخره نونا. هذا أمر كانت تفعله العرب، وهو من العربية القديمة، بل من قبل العربية، من اللغة السامية الأم التي انحدرت منها اللغة العربية. عندهم هذا الأمر التنوين، أن آخر الأسماء يأتون أحيانا بنون. يعني بدل من أن يقولوا بيت في الوصل مثلا رأيت بيت جميلة، يقولون رأيت بيتا جميلا، ينونون هذه الكلمة. بدل أن يقولوا هذا بيت جميل يقولون هذا بيت جميل، فيضعون نونا في النطق. يفعلون هذا في حالة الوصل، في حالة الوصل. هذا معنى التنوين، ونستطيع أن نرى هذا المعنى على اللوحات التالية التي أمامنا. فنرى على اللوحة التي أمامنا باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ادغام وقلب إخفى. نرى على اللوحة التنوين هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا. لاحظوا، نون ساكنة تلحقها العرب فين؟ آخر الأسماء. لما قلنا آخر الأسماء خرج الأفعال وخرجت الحروف. لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا. إذن في الخط لا توجد، وفي الوقف لا توجد. ما علامة هذا التنوين؟ قال: وعلامته في الخط مضاعفة الحركة، نحو كما نرى على اللوحة بيت. إذن لما نقول بيت، الله يسلمكم، الضمة الأولى التي على التاء علامة أن التاء مضمومة، والضمة الثانية علامة أنها منونة. بيت الكسرة الأولى علامة أن التاء مكسورة، الكسرة الثانية علامة التنوين. بيتا الفتحة الأولى علامة أن التاء مفتوحة، الفتحة الثانية علامة التنوين. وهكذا الأمثلة التي في السطر الأسفل: عليم عليم عليما. الحركة الثانية دائما تدل على التنوين. ننتقل إلى اللوحة الثانية. تنبيه: لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة في الوقت ذاته. إذا ما في عندي حرف محرك بالفتح وبالضم في الوقت ذاته، بالكسر وبالفتح في الوقت ذاته، لا يتحرك الحرف إلا بحركة واحدة. وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف، والثانية دلالة على تنوينه. فعليما هي عليما كما ترونها، ورحيم هي رحيم بنون يعني، وبيت هي بيت كما ترون أمامكم. إذن دائما الحركة الثانية هي علامة على التنوين وليست حركة حقيقية. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن حقيقة التنوين. ما هو التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحقها العرب في الأسماء، في آخر الأسماء، للدلالة على تنوين هذه الأسماء. تثبت في الوصل هذه النون، وفي الوصل لا في الوقف، وتثبت في اللفظ لا في الخط. فإذا هي ملفوظة غير مكتوبة، وفي الوصل لا في الوقف. فإن وقفوا بحذفها. يعني مثلا هذا بيت جديد، إذا وقفوا يقولون هذا بيت جديد ولا يقولون جديد. نعم. التنوين كانت العرب تعامله معاملة النون الساكنة. التنوين كانت العرب تعامله معاملة النون الساكنة. فكل ما سنذكره من أحكام عن النون الساكنة
هو حكم للتنوين. كل ما يذكره عن النون ينطبق على التنوين إلا مسألة واحدة سنتحدث عنها في حينها إن شاء الله تعالى.